في منتصف الليل دق الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل، فقال النبي: خيرا. فأجاب جبريل: استعد، فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة التنقل للأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان، لأن الله سخر لهما الريح. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ناحية ميكائيل ورآه البراق، انخفض كرامة وحياء للنبي محمد. ركب جبريل وركب النبي معه، وركب خلفه ميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام بداية الإسراء قاصدين المسجد الأقصى في بيت الله المقدس في القدس الشريف. والقدس قديمة كانت تسمى الياء، ومعناها بيت الرب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وفوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى والزينات والأضواء والملائكة وكل أنبياء الله. ربط البراق في حائط البراق، وليس حائط المبكى كما يزعمون الآن، وهو حائط البراق. نعم، أرضنا وتاريخنا وتراثنا وأصولنا. عرفه جبريل لأنه كبير الرحلة: هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إبراهيم، وهذا أخوك إسماعيل، وهذا هود. سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، واصطفوا جميعا ليصلوا الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الخاصة بنا فرضت في الملأ الأعلى في المعراج، ونحن ما زلنا في الرحلة الأرضية. صلوا صلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وكانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، موروثة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. فاصطف الجميع كل في مكانه وحسب درجته، وخلفهم الأنبياء وتحفهم الملائكة. ثم نادى جبريل في مفاجأة عجيبة وقال: يا محمد. قال: لبيك أخي. قال: تعالى هنا، وأشار إلى المحراب. صلي بجمعنا، فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي بنا أنت الإمام. فصلى الكل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الرسل وختام المرسلين. ثم عاد كبار الأنبياء كل في مكانه العلوي على حسب السماوات السبع، وأخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق. دقت أبواب السماء الأولى، فتساءل الخزن: من الطارق؟ قال: جبريل. أو معك أحد؟ قال: معي محمد خاتم الأنبياء. قالوا: أو قد بعث؟ قال: إي وربي إي. ففتحت لرسول الله أبواب السماوات، في كل سماء قابل نبيا من السابقين، سلم على أبيه آدم، والتقى بموسى، والتقى بعيسى ويحيى، والتقى بيوسف الصديق، والتقى بموسى وهارون، إلى أن رأى الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد جلس متكئا إلى حائط البيت المعمور، فقال: مرحبا يا أبتاه. قال: مرحبا يا محمد، أبلغ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا خليل الرحمن، وأعلمهم أن الجنة تربها طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. ثم صعد جبريل ومعه النبي فوق السماوات العلى،
وعند مكان معين توقف جبريل وأشار للنبي: تقدم أنت يا محمد. فوقف النبي مستفهما: وأنت؟ قال: لا، هنا الحال يفترق. قال: أفي مثل هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ أنت أدرى بدروب السماء من دروب الأرض، وأنت كبير الرحلة، وأنت الذي تصحبني وتعرفني وتدفعني في السير وأنا أتبعك. الآن أنت وقفت، كيف أتصرف أنا؟ قال: يا محمد، هذا خط أحمر، من يجاوزه يهلك، وما منا إلا له مقام معلوم. أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت، أما أنت فتقدم، فكلما تقدمت اخترقت. فوقف النبي حائرا، فإذا بدفعة تأتيه فيزج به إلى عالم الأنوار، ويتخطى بحار الأسوار وكلما هنالك من أسرار، ثم يصعد به حتى يسمع صرير أصوات الأقلام، وهي تقدر الأرزاق وتكتب الأعمار، ثم يعلو فيعلو حتى يجد نفسه وهو يدوس على بساط أنس الله. فوجئ بكرسي وعرش الرحمن فخر ساجدا لمولاه صلى الله عليه وسلم. فلما رفع من سجوده قال: التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، والباقيات الصالحات لله. فناداه مولاه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم ينس أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فرد مولاه: وأنا أشهد أنك نبي ورسوله، أشهد أن محمد رسول الله.